السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الحمام بتكات حلوه قوي بجد، وطعمه تحفه. يعني طعمه بجد هتحسوا كده نفس طعم بتاع المحلات. بصوا ما شاء الله، انا منضفاه ومظبطاه بليمون وسنه خل وملح وكده. ماشي. هنا بقى معايا ربع كيلو من الفريك. خلاص، الفريك ده ممكن ربع كيلو يحشي معاك 3 اجواز كده. نقعاه طبعا في ميه من قبلها بنص ساعه. معايا هنا بصل، معايا فلفل اخضر، معايا طماطم. وهقول لكم واحده واحده كده هنعمله مع بعض. خلاص، نقعنا كده الفريك وركناه، وغسلنا الحمام وركناه. هنا بقى نبدأ نحط البصل معانا في الكبة ونفرمه كويس جدا. تمام، نفرم بصل فرمه كده كويسه. انا عامله كميه البصل دي دلوقتي هقول لكم ليه. خلاص، انا البصل ده عاملاه هناخد منه للفريك، وهناخد منه شويه للتتبيله بتاعه الحمام. خلاص. هنا بقى طبعا هناخد شويه كده، احنا خلاص فرمناه، ناخد شويه بقى نحطهم في حله اللي هنعمل فيها ايه الفريك. خلاص، قد معلقتين كده حلوين كبار، معلقتين بصل وعليهم معلقتين من السمنه ومعلقه زيت. بس كده، واروح نحطه على النار عشان نعمل مع بعض الفريك. بقيت بقى البصل اللي فاض معانا في الكبه هنسيبه زي ما هو في الكبه. خلاص، وهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. ده بقى نروح نحطه على النار عشان الفريك. هنا بقى بقيت البصل اللي فاض معايا هو حطيته زي ما هو كده في قلب الكبه. هنزل عليه بطميتين كده، واحط عليه نص قرن فلفل اهو. طبعا تتبيله الحمام دي السر الاساسي اللي بيخلي طعم الحمام بجد تحفه. والله العظيم يا جماعه تحفه. اعملوا الموضوع ده بجد وجربوه، هتدوقوا حمام ما دقتوش في حياتكم بصراحه. حطيت بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسمر، 7 بهارات، نحط شويه من الكمون، شويه توم باودر، على بصل باودر، شويه ملح. خلاص، كل التوابل بتاعتنا اللي احنا بنحبها نحطها ايه على البصل وعلى الطماطم وعلى الفلفل. نضرب كويس لحد ما ننعمهم. نعمناهم بقى. هنا بقى بنجيب الحمام بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه ان احنا نجيب الحمام من عند حد يعني يكون فراجل كويس جدا. بجد بتفرق اول ما بيجيبوه من عند حد كويس، وعند حد ما بيفهمش في الحمام لازم يورقهولك. لازم تعرفوا ان الحمام بتاعك مورق الجلد كده، سايب اللحم خالص، بيبان. خلاص، انا تبلت الحمام زي ما انتم شفتوه كده كله من تحت الجلد ومن جوه بالتتبيله اللي احنا عملناها ده، وهنركنه برده شويه. هنا بقى معايا كنت حطيت الكبد والقوانص على البصل في السمنه وفي الزيت، وحطيت بقى ملح وفلفل اسمر والسبع بهارات وكمون، كل التوابل بتاعتنا برده، كوتون باودر، بصل باودر. خلاص، وهنا بقى نزلت بالفريك بتاعي كده زي ما انتم شايفين. حطيته كده على الكبد والقوانص. وهنا بقى هنجيب شويه من الميه. بصوا مفيش اسهل من كده. بس كده خلاص، وهنسيبه بقى يتشرب، يعني نص كميه الميه اللي الفريك بياخدها، ما نسويش قوي، اللي هو نص تسويه. خلاص كده هنسيبه يتشرب بقى لحد ما اتشرب معانا اهو. بصوا ما شاء الله مفلفل وجميل ازاي. هنا بقى التتبيله بتاعتي بتاعت الحمام عملناها طبعا وسيبناه شويه فيها. وانت كل ده بتعمليه في خطوات كده واحده واحده مع نفسك، هتلاقي الدنيا كلها بتمشي معاكي. تبداي بقى تمسكي الحماميه كده تحشيها الاول من جوه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى بص انا بدخل صباعي ازاي في توريقه في الحمام ازاي. لازم تجيبوا من عند حد موثوق فيه. لو جبتوه من عند حد موثوق فيه هيوريلك الحمام وهيخليه بصوا ما شاء الله بجد مش هتتعبي في ان انت تحشيه. تمام. انا ولا بخيط ولا اي حاجه، هو بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين كده. وبمسك بقى كده الرجل لو هي طويله شويه بقطمها كده حاجه بسيطه، واقوم مدخلها زي ما انتم شايفين كده تحت في الجلد. وحشيت طبعا من تحت الجلد عند اللحم كده، وهحشي الرقبه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا ما شاء الله الحمامية طبعا ما بنسدش الحمامة او نكبسها فريك كتير، لا، على قدين، على بالراحة كده، على ما احنا ان الفريك واخد نص سوا. خلاص، نركز كويس اوي في الموضوع دون. هنا بقى بكمل. دي حمامة تاني برضو قلت اوريها لكم اهو معايا، برضو حشيتها الاول من جوه، وبعد كده همسك من هنا كده زي ما انتم شايفين، وابدا ادخل كله بالمعلقة كده على طول يحشي تحت الجلد. لو انت حرصتي على موضوع السوا وعلى ده كله مش هيفرقع معاكي ابدا. الحمام بالذات يا جماعه ما تهروش. الحاجات اللي محشيه، الحاجات اللي بنجيبها الحشو دي بتبقى حاجات شمورت، مش كبيره. فانت ما تتكيش عليه في السوا ده. انت ممكن تاخديه غلوه والتانيه وتطفي وتسيبيه مكتوم شويه في الشوربه، احسن ما تقعدي تغلي فيه ويتفرتك منك في الشوربه. الناس اللي ما اشتكوا كتير من موضوع ان الحمام بيطق منهم وكده في الشوربه. هنا بقى خلاص كنت خلصت هنضف بقى الدنيا كده حواليا. وهنا كنت حاطه بقى الميه بتغلي، وحاطه فيها ورق راولي وحبهان وبصلايه ومرق الدجاج وطماطم. خلاص، ولو عندك عود قرفه حطيه. وابدا بقى انزل كده بالحمام زي ما انتم شايفينه. بصوا ما شاء الله، هنا كنت خلصت الحمام وكنت كمان سلقته زي ما قلت لكم وطلعته.
وحمرته هون كمان والف هنا وشفا للي هيعمله ان شاء الله. طبعا جنبه لازم شويه ملوخيه على شوربه الحمام الجميله بقى ديا. وكمان ناخد شويه شوربه من بتاعه الحمام، يا سلام بقى على البهاريز كده اللي نازله من الشوربه بقى بالفريك. مش قادره اقول لكم الطعام والجمال يا جماعه، بجد حاجه كده تحفه. هتجربوها هيعجبكم قوي. السلام عليكم ورحمه